السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. خلاص كده بدأ العد التنازلي، كل سنة وانتم طيبين. خلاص كده المدارس على الابواب، فهنعمل مع بعض النهاردة العيش الفينو بدون لبن، بدون زبدة، بدون بيض، وهيطلع كده حاجة اللهم بارك. هيطلع بسم الله ما شاء الله زي اللي بتجيبيه من الفرن بالظبط. ممكن تعمليه وتحتفظي بيه في الفريزر. يلا بينا نبدأ كده على المقادير. المقادير اللي معايا مقادير كيلو دقيق. هنستخدم 3 كوبايات ميه. هننزل الاول بكوبايتين، عليهم معلقه خميره كبيره، وهننزل عليهم ب4 معالق سكر. السكر في المعجنات بيبقى زي محسن، يعتبر زي محسن خبز. وهننزل بنص كوباية زيت، اي نوع زيت عندك، حتى لو زيت تومين. وهننزل بمعلقتين خل، تقدري تستغنى عن معلقتين الخل. هنقلب المواد السائلة دي كويس مع بعضها، ونغطيها ونسيبها شوية. هنجيبها تكون الخميرة اتفعلت شوية كده. معايا هنا كيلو دقيق هننزل بيه، ورشة ملح او معلقة ملح صغيرة. هنحتاج هنا كوباية مية. نعجن ونشوف اذا كانت هتحتاج مية ولا مش هتحتاج. يعني في نوع مثلا من الدقيق ممكن ياخد الكوبايتين، وفي نوع ممكن ياخد مثلا تزودي مثلا اكتر من الكوبايتين. هنا بقى الكوباية التالتة معايا هننزل حبة بحبة. كل ما تعجني العجينة كويس، كل النتيجة معاكي ما تبقى احسن. مقاديره بسيطة ما فيهاش اي حاجة، وهيطلع هش وطري وتحسيه زي اللي بتجيبيه من بره بالظبط. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة، فضلا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واختيار الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، ومشاهدة الفيديو للآخر عشان ما يعدكيش اي حاجة. هتعجني العجينة لغاية ما تبقى بالشكل ده، وهتدهني الوش بمعلقة زيت ونغطيها شوية. انا سبتها كده حوالي نص ساعة تختمر بالشكل ده كده. هنجيبها ونقطعها كور صغيرة على حسب حجم الرغيف اللي انت عايزاه، بس هو ده الحجم المناسب.
هتسيبي العجينة تختمر اول مرة بعد العجن، وبعد كده هتعمليها كور صغيرة وتشتغلي فيها بالشكل ده كده. عمل معايا الكيلو 40 رغيف بالظبط بالظبط. هنجيب اول كورة ونفردها بالشكل ده كده، وبعد ما تنفرد تتلم رول بالشكل ده، بيطلع عيش اللهم بارك تحفة. وجربيه بالطريقة دي ان شاء الله هتدعيلي. طبعا هنجيب صينية مش مدهونة اي مادة دهنية، تحاولي تظبطي الرغيف على قد ما تقدري بالشكل ده وتقفليه كويس. والفتحة دي هتبقى في الصينية، هتبقى من تحت عشان ما يفتحش في الفرن. كده انا خلصت الكمية، هنسيبها تختمر شوية. وده كده شكل العيش بعد ما اختمر. عشان ياخد اللون الحلو اللي هو اللون اللي بتجيبيه من الافران، كوباية فيها كوباية مية او نص كوباية مية كده فيها معلقة سكر، وتدوبي السكر كويس في المية وتدهني بيه وش العجين او وش العيش بالشكل ده. بس ما يكونش السكر زيادة عشان ما يتلسعش في الفرن. طبعا طريقة التسوية هنشغل من تحت ومن الجناب، بس هتبقى مغطية الجناب. اول ما ياخد لون من تحت هتعلي الجناب شوية لغاية ما ياخد اللون ده واخده نتيجة المية بسكر، وهيطلع معاكي احلى عيش فينا بالشكل كده، طري وقلب ابيض وما يختلفش حاجة عن العيش اللي بتجيبيه من الفرن، وبمقادير بسيطة جدا زي ما قلنا اقتصادي. وبكده يكون انتهى الفيديو معايا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.